في الحلقة الثالثة من سلسلة أدوية الأورام الهرمونية هنتكلم عن أناستروزول المشهور باسم أريميدكس. وقبل ما ندخل في التفاصيل يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا بينا. دواء النهاردة شبه الفيمارا قوي في طريقة شغله، بس في اختلاف بسيط بيخلي أعراضهم الجانبية مختلفة. رحلة العلاج محتاجة حليف قوي ومختلف، والنهاردة هنعرف سر واحد من أهم الحلفاء دول. أيوة، هو ده الأريمودكس واسمه العلمي أناستروزول. هدفه الأساسي واضح ومحدد: مواجهة سرطان الثدي. بيستخدم تحديداً لحالات سرطان الثدي بعد انقطاع الطمس سواء في المراحل الأولى أو المتقدمة. طيب الجرعة بتكون إزاي؟ تعالوا نشوف البروتوكول بتاعه. الموضوع بسيط خالص، هو قرص واحد بس، 1 مليجرام كل يوم. زي أي دواء ليه أعراض جانبية، ومهم جدا نكون عارفينهم. في أعراض زي الإرهاق والغثيان، بس أهم عرض ناخد بالنا منه هو هشاشة العظام. وهنا بقى لازم نركز قوي في تحذير مهم جدا لازم الكل يعرفه. يعني لو في أي وجع في العظم أو حصل كسر من أقل خبطة لازم الدكتور يعرف فوراً. وبالرغم من كل ده الدواء ده خطوة أساسية ومهمة في رحلة الشفاء. استخدامه لفترة طويلة بيقلل جدا من فرص رجوع المرض، بس لازم يتاخد معاه فيتامين د وكالسيوم. لو استفدتوا من حلقة النهاردة اللايك والشير هيوصل المعلومة لأكتر ناس محتاجاها، وتابعونا للحلقة الجاية.